بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. هنعمل النهارده الجبنه قديمه، هنعمل برطمان جبنه قديمه. فرصه بقى في شهر طوبه دوت، ما نفوتش شهر طوبه ده الا ما نعمل فيه. هو ده الوقت المناسب اللي نعمل فيه الجبنه القديمه. اول حاجه معانا كده ربع كيلو فلفل شطه اللي هو بتاع الهريسه. هنجيبه كده ونقطعه بالمنظر ده. من اهم مكونات المش بتاعنا النهارده الفلفل دوت. اولا علشان خاطر ده بيعتبر ماده حافظه، وفي نفس الوقت بيدي طعم للجبنه والمش، طعم جميل جدا. معانا لبن رايب او زبادي. هحط لكم اللينك بتاع اللبن الرايب والزبادي في صندوق الوصف. ومعلقه كبيره شطه، ومعلقه كبيره كركم، ومعلقه صغيره حلبة حصى. الحلبة الحصى دي برضو بتعتبر كمادة حافظة للمش. وممكن نحط برضو كوباية كبيرة مرطة. كوباية كبيرة مرطة هي مش عندي، بس أنا هجيبها وأحطها بعدين على الجبنة. وعندي جبنة قريش، حطيتها في الملح لمدة 3 أيام في مصفى لغاية ما القوام بتاعها جمد معايا بالمنظر ده كده. 3 أيام كده بلياليهم. هحطها في البرطمان بالشكل ده. المش بقى اللي انا عملته ممكن طبعا نحط مع المش اللي احنا عملناه دوت، ممكن نحط معاه قشر يوستفندي، يعني ممكن نفرمه او نقطعه طبعا، ونحط ملح طبعا. ممكن نفرم قشر اليوسفي او نقطعه قطع ونحطه، بيبقى جميل جدا برضو من ضمن مكونات المش. مدة قد ايه ان احنا ممكن نبدأ ان احنا ممكن ناكل منها؟ بعد شهر. طبعا بعد ما عملناها بالمنظر ده كده هنحطها في التلاجة، ونبدأ ان احنا ممكن ناكل منها بعد شهر. كل طبعا زي ما عارفين كل ما بتقعد كل ما بتحلو. يفضل ان احنا نعملها في برطمان ازاز. وطبعا لازم نحطها في التلاجة، عشان احنا ما حطيناش اي، مثلا في ناس بتحط اللي هو الدواء بتاع الدود والحاجات دي، احنا ما حطيناش اي حاجة من الحاجات دي. احنا هنكتفي بان احنا هنحفظها في التلاجة. وزي ما قلت كده كل ما بتقعد كل ما بتحلو، وبتبقى طعمها طبعا تحفة جدا، احلى من اللي احنا بنشتريها من بره بكتير. يا ريت ما ننساش نشترك في القناة ونفعل الجرس وندوس لايك حتى يصلكم كل جديد. زي ما قلت ان احنا ممكن لما بنعملها في البيت، لو عملتيها في البيت وجربتي طعمها ودقتيها، احلى من بتاعة الفلاحين كمان. يعني احلى من اللي هي اللي الفلاحين بيعملوها، بتبقى حاجة كده بيتي مختلفة تماما. طبعا انا ما كنتش كملت باقي الجبنة، كنت سايبة كده مساحة علشان خاطر اعرف احط الفلفل والمش، وبعد كده قلت هحطهم في الاخر بالشكل ده. زي ما قلت كده ان هي ما نفتحش عليها قبل شهر طبعا، وتحفظ في التلاجة. طبعا شهر ده يعني اقل حاجة. المفروض ان هي ممكن تقعد اكتر من كده، علشان خاطر يبقى طعمها كده بتحلو. يعني كل ما بتقدم الجبنة القديمة معانا وتبقى قديمة زي ما بيقولوا كده، كل ما بطعمها بيحلو وتبقى طعمها تحفة جدا. ممكن طبعا المش دوت ممكن نحط عليه طحينه، او ممكن نحط عليه الجبنه الناشفه اللي هي بتبقى جاهزه. ممكن برضو نجيبها ونهرسها كده ونحطها مع المش، برضو بيدي نتيجه هايله جدا لطعم المش. دي مكوناتنا اللي احنا عملناها النهارده. مكونات بقى كتيره جدا، ممكن المتاح عندنا الموجود عندنا في بيتنا ممكن نعمله، هيبقى برضو هيدينا نفس النتيجه. طبعا شكل البرطمان وطعم المش، طبعا طعم المش بيبان في ساعتها، اول ما بنحط المكونات دي وندوق كده، بيبقى طعم المش هو المش اللي احنا عارفينه. كده البرطمان جاهز معانا.